اهلا بيكم احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. ايه بقى رايكم النهارده في الكبه الحلوه دي؟ شايفين انا لسه مطلعاها بكيسها اهي، لسه جايباها جديده. بصراحه ما جربتش اليدويه دي قبل كده، بس قالوا لي حلوه قوي وعمليه جدا، فجبتها بقى. هي دي عباره عن السكينه بتاعتها 3 اسلحه زي ما انتم شايفين كده، 3 تمام. وهي لتر ونص، لتر ونص. ومعاها كمان مضرب للبيض تضربي بيه البيض. ماشي. فقلت بقى كده ايه لما اركبها كده واجربها ونعمل فيها ايه. دي كده هي شكلها ايه، اوريها لكم الاول، اوريكم شكلها كده. بتركب كده اهي، بصوا تمام. لسه بقى اول مره هجربها النهارده، وده زرار ملوش علاقة بالتشغيل، ده علشان خاطر لما بتفتحي دي تمام. انا بس عشان ماسكة الموبايل هحاول اعملها اهي. بصوا فتحت كده اهي، بصوا بقى طويلة كده، بحيث ان انت بقى ايه تشغليها كده كده اهي. هحاول اوريها لكم بصورة اوضح كده. مش بتعمل كده كده، لا كده، بصي كده على طول. حلوة جدا. ماشي هنجربها، هي شكلها كويسة يعني، بس احنا لسه هنجربها. انا جايبة بقى كده شوية بصل، لاني انا بعمل البصل بتاعي بفرزه كده، بحطه في الفريزر، بحيث ان انا لما اجي اعمل كل طبخة اطلع البصل بتاعي على طول من الفريزر، ما بياخدش معايا وقت. مش لسه بقى هقعد اقشر ولسه هقعد اقطع في الكبة كل مرة، لا احنا هنعمل دلوقتي شوية بصل كده معانا تمام. معانا كده 3 كيلو من البصل، هنقطعهم دلوقتي وهنحطهم في الاكياس بتاعه التلاجة اللي هي زي دي كده، اكياس التلاجة العادية تمام. هي دي عندي كبيرة شوية، بس هو ده الحجم الموجود عندي تمام. وممكن تحطي في الاكياس اللي هي بتبقى مغلقة دي، بس مش موجودة عندي. انا عندي اكياس التلاجة عملية وحلوة جدا وبستخدمها في حاجات كتير قوي تمام. يلا هقطع بقى البصل وهوريكم احنا هنعملها ازاي في الكبة. خليكم معايا لاخر الفيديو، اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وهرجع لكم تاني اقطع بس البصل وهرجع لكم تاني في ثواني. دلوقتي بقى كده حطيت كده البصل زي ما انتم شايفين كده في الكبه، ونسيت اقول لكم ان الكبه دي انا جايباها اونلاين من على النت. ان شاء الله تطلع كويسه وعمليه زي ما قالوا لي. يلا بقى نجرب كده مع بعض. عشان ماسكه الموبايل بايدي وبفرم بالايد التانية. طب بصوا انا هعملها واوريها لكم تمام. انا زي ما قلت لكم انا بضغط كده بايدي كده بس على المفرمه تمام. هعملها واوريها لكم علشان انا ماسكه التليفون في ايد وبعمل بالايد التانية، فمش عارفه اعمل بايدي الشمال. هوريكم الفرم بتاعها والنتيجه بتاعتها ايه، خليكم معايا. بصوا بقى ما شاء الله، لا طلعت جميله والنتيجه طلعت جميله والله. شايفين؟ لا طلعت حلوه جدا وسهله قوي قوي. شايفين نتيجه الفرم بتاعتها دي يا جماعه؟ نازله كتير جدا على النت، اللي عايز يجيبها ما يخافش هاتيها، والله حلوه جدا وعمليه. عمليه البصل في ثانيه ما شاء الله، بدل ما تقعدي بقى تمسكي البصل وتقعدي تخرطي وعينيكي توجعك والقصه دي كلها. لا بصي انا عملت ايه، انا جبت البصل بتاعي وقطعته كده زي ما انتم شايفين، بصوا كده تمام. يا دوبك ان انا قشرته بس، سوري مش قطعته، انا قشرته يعني بس، وغسلته تماما وصفيته من الميه بتاعته وحطيته بقى في الكبه زي ما انتم شايفين، وعملته بالشكل ده. ده بقى لو انت عايزه تعملي بقى ايه تسبيكه الطبيخ بتاعك، تعملي مثلا رز ببصل، اي حاجه اللي هي البصل اللي هو الصغير ده تمام. مش الفرم ده، البطاطس طبعا سوري، البصل الصغير اللي هو بتعملي بيه بتخدعي بيه اي حاجه يعني.
تمام. انا هحط بقى شويه دول في كيس من اكياس التلاجة زي ما قلت لكم، وهعمل البصل دوت منه اللي هي كذا حاجه يعني لاستخدامنا. تمام، هوريكم ازاي. دلوقتي احط بقى ده في كيس التلاجة وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. دلوقتي بقى خلاص انا عملت شويه كده، هوريكم الاكياس في الاخر، بس قلت اوريكم كده مره وانا بعملها. والله طلعت جميله جدا جدا بجد، كنت قلقانه منها بس لا بالعكس طلعت جميله. بصوا انا دلوقتي حاطه البصل كده مقطعه، لسه ما عملتش فيه اي حاجه اهو. تمام، قلت بقى لما اوريكم هتتعمل كده ايه ازاي. اهي بصي تضغطي كده اهي. هاتي من هنا كده يا شوشو. بصوا يا جماعه، تضغطي كده. بصي اوريكم بقى، شوفوا ما خدتش معايا يعني لحظه. شايفين اهي، شايفين بقى شكلها جميله جدا جدا يا جماعه، وعمليه والله، وما بتاخدش ثواني خالص في فرم البصل. وممكن تعمليه بقى زي ما انت عايزه. البصل يعني لو عايزه تقطعي مثلا اللي هي قولوا معايا، زي اللي انا عاملاه الجوانح دوت اهي. بصوا الجوانح ده عايزين تقطعوه كده جوانح، تعملوه زي ما انتوا عايزين. عايزين تقطعوه زي ما انا عاملاه كده بالفرم ده كده اهو. بصوا ما خدش ثواني. وممكن كمان تعملوا له، عايزين تعصجوا مثلا كفته او اي حاجه، بتفرموا البصل بقى برده للاخر. بجد يا جماعه حلوه قوي 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 وعمليه والله وجميله. اللي عايزه تشتري الكبه دي منتشره جدا جدا على النت، اللي عايزه تجيبها ما تخافش منها. انا قلت اوريكم بقى تجربتي معاها. تمام، وخلي بالك وانت بتفرمي البصل، السكاكين دي يا جماعه حاميه قوي، حاميه جدا جدا يعني. خلي بالك قوي وانت بتستخدميها لانها فعلا حاميه قوي. تمام، انا بقى هحط الباقيين دول في الكيس بتاع التلاجة وهوريكم في الاخر الاكياس، خليكم معايا. دلوقتي بقى كده خلاص خلصنا فرم البصل. بصوا انا عملت البصل اللي عندي، عملت منه اللي زي ما قلت لكم، البصل اللي هو بنقطعه دوت لتغذيه او طبيخ او الحاجات دي كلها. تمام، ونفس الموضوع برده اهو زي الكيس التاني. طبعا انا لما اجي اعمل طبخه مش هحط طبعا ده كله. تمام، انا ممكن اخد الكميه اللي انا عايزاها واسيب الباقي واحطه في الفريزر برده. اوعي تحطيه في التلاجة لانه هيبوظ معاكي، لازم تحطيه في الفريزر. تمام، ولما تطلعيه ما تستنيش ان هو يفك، عادي حطيه زي ما هو. اول ما يطلع من الفريزر خدي الكميه بتاعتك. تمام، او لو هتحطي حبه على قد ما انت على قد طبخه يعني في كيس واحد، حطي البصل كله عادي في الحله كده عادي، مش هيحصل اي حاجه اول ما تطلعيه، مش هيجرى له حاجه. تمام، عملت كمان البصل الجوانح علشان لما باجي اسلق حاجه بتاع بنحط طبعا بصل والحاجات بتاعتنا اللي بنحطها لما بنيجي نسلق فراخ او لحمه او اي حاجه. تمام، دي كده الاكياس اللي احنا عملناها. تعالوا اوريكم بقى الكبه السحريه بتاعتنا عملت ايه بعد ما عملنا بيها البصل. على فكره بتعمل ملوخيه، بتخرط ملوخيه، وبتعمل الشبت والبقدونس والحاجات دي كلها. وتقطعي كمان خيار، تقطعي جزر، ممكن تقطعي فواكه. حلوه قوي قوي يا جماعه. بصوا على الرغم ان هي صغيره لكن والله عمليه جدا جدا. انا بقى كنت جايبه بانيه، ربع كيلو كده من البانيه. تمام، بصوا كنت مقطعاه كده مكعبات وحطاه في الفريزر، طلعته من الفريزر على طول وحطيته في الكبه. تمام، طيب جربت البانيه بتاعي والله طلع. بصوا اهي فرمت اللحمه، بتفرم كمان لحمه وبتفرم كمان اي لحوم عندك بتفرمها، بس مش بكميات يعني. انا بحط شويه شويه عشان اكون صريحه معاكم، انا بحط شويه شويه وبتطلع والله بصي مفرومه وجميله. دي لا البانيه بتاعنا اهو. تمام، وانا هفرمه دلوقتي وهوريكم برده النتيجه، وهوريكم وانتوا معايا انا بفرمها ازاي. يمكن بتاخد وقت حبه صغيرين، مش زي البصل. البصل بيتفرم بسرعه والحاجات دي كلها زي ما قلت لكم، البقدونس والملوخيه والحاجات دي كلها. لكن هوريكم بقى قطع اللحمه دي هتتفرم ازاي دلوقتي في الكبه بتاعتنا، خليكم معايا. دلوقتي بقى هنفرم
هنفرم بقى اللحمه بتاعتنا. زي ما قلت لك خلي بالك جدا من السكينه لانها حاميه قوي. بصوا بقى ادي القطع اللحمه بتاعتنا زي ما قلت لكم. هنبتدي بقى ان احنا نفرمها كده. حاولي كده يا جوجو تجيبيها. هاتي برضو من ايدي من فوق يا جوجو. عندي بنتي بقى هي اللي بتصور لي الفيديو بالموبايل عشان اعرف اشتغل لحد بس ما نجيب الرينج لايت تاني لانه جبته باظ. نجيب بقى ان شاء الله واحد تاني. بصي هي قطع اللحمه بتاخد وقت شويه كمان، خصوصا انا مطلعاها من الفريزر على الكبه على طول. تمام. وده احسن على فكره. يعني ما تستنيش لما تفك وبعد كده تحطيها، لان هي هتلزق معاكي ومش هتبقى حلوه، هتضايقك. فطلعيها من الفريزر على الكبه على طول. بصوا هي بتاخد وقت شويه. بتبتدي هي تفك بقى معايا. تمام. بس زي ما قلت لك بتاخد وقت شويه لان هي اصلا المفروض ان هي اساسا الكبه اليدويه دي بتاعه زي ما قلت لك البصل والبقدونس والحاجات دي كلها اللي هي الصغيره، الحاجات اللي هي البسيطه، لكن ما يمنعش برضه ان هي تعمل لنا اللحوم. ومش مشكله نصبر عليها شويه. وهتطلع لنا زي ما وريتك كده فرمت لي ازاي شويه من البانيه. بصوا اهي. هاتي كده يا جوجو اهي. بتبتدي ان هي تفرم معايا. انا عشان ما اطولش الفيديو عليكم انا هفرمها وهوريكم بقى النتيجه في الاخر. خليكم معايا دلوقتي بقى. بصوا فرمناها اهيت مع بعض. تمام. هندوس كمان شويه. امسكي بقى كده يا جوجو. زي ما قلت لكم بتاخد وقت شويه لكن والله بتطلع النتيجه هايله. نشيل بقى كده ونشوف ان شاء الله. بصوا بقى. بصوا بقى النتيجه اهي. بصوا هايله. شايفين؟ هاتي يا ماما اللحمه. هاتي ايدي. خلاص اهي. بصوا مفرومه وجميله، جميله جدا جدا اهي. انا كنت فقدت الامل والله في الاول وقلت اروح بقى افرمها عند الجزار، لان بصراحه ما عنديش الكبه اللي هي بالكهرباء. لكن والله النتيجه طلعت جميله جدا. طلعت جميله جدا معايا زي ما وريتكم اهيت. عايزه احط شويه بشويه بس هتلاقيها بقت حلوه قوي. وعامه انا مش جايباها للحوم والله، انا جايباها زي ما قلت لكم للبصل بالذات. اهم حاجه البصل عندي. لكن قلت لما اجرب كده اللحوم فيها وطلعت حلوه جدا. طيب دلوقتي بقى بعد ما خلصنا اللحوم دي انا عاملها طبعا كفته بانيه. كنت بوريكم الكبه واستخداماتها. خلاص كده احنا خلصنا استخدامات الكبه بالنسبه للبصل وبالنسبه للحوم. النهارده تجربه يا جماعه عن الكبه نفسها بتعمل ايه وايه. ودي والله اول مره افتح الكبه معاكم النهارده. انا جايباها بقالي كام يوم واول مره النهارده افتح الكبه معاكم. وقلت بقى لما اجربها كده معاكم كده على الهوا واشوفها كده استخداماتها ممكن اعمل فيها ايه وايه كده. خلاص جربنا البصل زي ما قلت لكم وريته لكم، واستخدمنا اللحوم برده وجربناها لقيناها برده ممتازه فيها. تمام. دلوقتي بقى انا عايزه اعمل اجرب بقى البرغل. ده برغل اهو انا غسلاه ونقعاه ومصفياه. تمام. عايزه بقى اجربه في الكبه دي اشوف بقى هتعمل ايه وهتنفع ولا مش هتنفع. خليكم معايا احط بقى البرغل ده في الكبه ونجرب مع بعض برده ونشوف هتنفع ولا مش هتنفع. خليكم معانا. دلوقتي بقى بصوا انا بعمل البرغل زي ما قلت لكم. تمام.
اهو شايفين بيتفرم معايا حلو جدا. والله مش عايزه يعني بجد مش عارفه اقول لكم انا مبسوطه ازاي بالكبه دي. الكبه جميله جميله وفيها استخدامات حلوه والله. بصوا اهو، ده البرغل بتاعي. بصوا هنفرم كمان حبه. نظبطها. امسكي كده يا جوجو. طبعا لما الكهرباء بتبقى اسهل كتير، انت بتحطي الفيشه بس وهي بتشتغل لوحدها اسهل طبعا كتير. لكن انا جبتها لان هم قالوا لي الكبه دي حلوه وعمليه، فعلا طلعت عمليه. بالنسبه للبصل وزي ما قلت لك الحاجات اللي هي الصغيره دي ما بتاخدش معاكي لحظه. وانا كنت جايباها علشان البصل بس، لكن ما يمنعش ان احنا نجرب ونشوف ايه استخداماتها ايه. بصوا بقى شايفين بقى بقت معايا ازاي تحفه اهي. بصوا فرمتها حلوه جدا. بس يا بابا فرمتها حلوه جدا. بصوا ده البرغل بتاعي. يا ماما هاتي هنا. تمام. عندي شويه كمان من البرغل، هكمل بقى الفرم بتاعهم وبعد كده يبقى خلصنا كده استخدامات الكبه. ويمكن نكتشف فيها حاجات تاني برضو طول ما احنا بنستخدمها. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو. كده خلصنا بقى التجارب اللي احنا جربناها للكبه. البصل اهو زي ما وريتكم، وبجد دي طريقه هايله يا جماعه لتخزين البصل او تحضيره. بدل ما كل يوم تقعدي بقى تقشري وتقطعي، طبعا احنا كل يوم لازم بنستخدم البصل في الاكل بتاعنا، مفيش غنى عنه طبعا ابدا. فبدل ما كل يوم بقى تعملي تقطعي وتتعبي نفسك، لا اعمليهم بقى مره واحده كده في الكبه، وحطيهم في الاكياس زي ما بقول لك كده، سواء الاكياس المغلقه او اكياس التلاجة دي عادي، وحطيها في الفريزر. وانتي بتطبخي طلعي الحاجه على طول من الفريزر على على البوتاجاز على طول، هتبقى اسهل لك كتير. جربي الفكره بتاعتي والطريقه بتاعتي دي هتعجبك جدا جدا، وهتبقى اريح واسهل بكتير. تمام. وعملنا برضو البصل الجوانح زي ما قلت لك، واعملي بقى اللي انت عايزاه بالطريقه اللي انت عايزاها يعني. عملنا اللحوم زي ما قلت لكم، كنت عايزه اجرب فيها اللحوم وطلع زي ما وريتكم كده. دي كانت قطع من البانيه. كنت جايبه ربع كيلو، وقلت لما اجرب كده اشوف هتنفع ولا، عشان اعمل كفته البانيه. ده البرغل اهو. بصوا جميل 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 ما شاء الله. بجد كبه طلعت حلوه وعمليه جدا فعلا، وفرحانه بيها قوي. هي انجزت لي بجد حاجات كتير. وكنت بقى بجرب معاكم زي ما قلت لكم اكتر من حاجه في الكبه. اللي عايز يجيبها يا جماعه يجيبها وما يقلقش منها خالص. وما تنسوش بقى اللايك والكومنتات الحلوه بتاعتكم. ويا ريت اللي مش مشترك عندي يتفضل يشترك، واتمنى اللي مشترك عندي يعمل لي سحب ورد. وشكرا جزيلا ليكم، وميرسي جدا على مشاهده الفيديو. مع السلامه.